أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنقول بسم الله وبنبدأ فيديو اليوم. هلا وصفتنا يلي هي كفتة ببطاطا. يلا تابعوا الفيديو لتشوفوا كل التفاصيل. هلا منقشر البطاطا كتير منيح، واكيد الكمية حسب كل عيلة بعيلتها، وبنكون قشرناهن ومنغسلن طبعا كتير منيح، ومنقطعن كمان التقطيع اللي انتو بتفضلوه، بالطول بالعرض. هذا رأي خاص، كل مين هو وذوقه. فأنا بحب أعملها كالمعتاد هيك. وهذه وقعت البطاطا معنا. وهلا بنقشر كل الكمية مثل ما قلت لكم، وبنقطعها بهيدا الشكل، وبنحط لها ملح، وانا بحركها بهيدي الطريقة. هيك بتقدروا تحركوها بايديكم، مش مشكلة، بس بحب انا هيك احط لها ملح وهز المصفية، فبيتوزع الملح على كامل البطاطا. والبطاطا نوعا ما بتحب الملح مثل ما نكون شايفين. وهلا بالقلاية ما نحطون، اكيد انتوا بتقدروا تحطون على النار، مش مشكلة يعني. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ انا عم حط الزيت وطلعت مش فاتحة القرنينة. يلا ضحكوا معي شوي. وهلا بس لتحمى او يحمى الزيت، فمنحط دغري عليهم. وهلا للحشوة. هلا هي مش حشوة تقريبا، يعني انا بعمل للحم هيك، بحط لها شوية بصل، شوية بقدونس، ملح وبهار اسود فقط. ما بحب ضيف لها اي بهارات او نوع تاني، حتى ما تروح طعمة اللحم هيك. فهلا بيصيروا هيك مثل الكفتة مثل ما نكون شايفين. هلا انا بعمل البصل كتير صغير قدر المستطاع يعني، وبفرم شوية بقدونس على جنب، وبكون اللحمة انا مطلعتها من الفريزر، او اذا طازة كمان مش مشكلة. وهيك، وبحط لها مثل ما قلت لكم ملح وبهارات وبس. ما بحب ضيف لها اي نوع بهارات تانية. فبحط اللي انا قطعتهم بهيدا الوقت. قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا هلأ اللحمة والدجاج بنعملها بالكف، وأكيد يلي مش متوفر أكيد بيعملها بإيده يعني. وأنا أوقات معلي خلق ألبس وأعمل، فبعمل بإيدي أكيد يعني. هلأ بكون نحنا مغسلين إيدينا وعم نعمل لعائلتنا، مش عم نعمل للمطاعم لحتى حدا يقلنا والله طالعين ضفيركم وطالعين بايديكم. لا، هذا الشي عادي. كارثة بيت بتعمل لبيتها هيك، فمش مشكلة. كمان هلا هون اللحمة بتقدروا تكوروها، بتقدروا تعملوها اصابع مثل ما بتحبوا. هلا الشكل كمان بيرجع لكم يعني، ما حدا بيقدر يتحكم غير ذوقكم هون. فهلا بندعكن كتير منيح، وبموكلات ما بتلزق حتى ما يروح نص اللحمة فيهم. فانا بحب كورن تكوير. فهلا بكور كل الكمية على هيدا الشكل، واكيد بكون دهنة الكف زيت حتى ما يعذبني. هيدي تدابير منزلية من ست البيت، لحالها بتخترع الشغلة. هلا مثل ما كنتم شايفين انا بخلص كل الكمية، وبروح فورا على النار وبقلبهم. وهلا ما بعرف صار زلزال او لك لحتى أنا هيك صار بالكاميرا، ولا شو انتو رايكم؟ ليه هيك عم ترجوا في الكاميرا؟ ولا بردانة؟ بلا ما صار الشتوية. فهلا مثل ما انكم شايفين انا رحت، وهيك كانت النتيجة. شو رأيكم بالنتيجة يا جماعة الخير؟ هلا انا بحب احط لي بقلب الصينية بصلة، وبرجع وبصل وفلافلة. وهلا بيحب البندورة بقلبها كمان نضيف، بس انا صراحة
يعني بحط اوقات واوقات لا، مثل ما بيقول لي عقلي يعني بحط اوقات واوقات لا، بس يعني اكتر الاوقات ما بحب البندوره فيه. فهلا انا بقلي البصلات والفلافل اللي عندي بهيدا الشكل حتى يتشوحوا يعني، او يدبلوا نوعا ما بحب حطها هيك هي ونية. وهلا للصوص، للريد صوص، رب بندورة، ودبس رمان، واكيد رب بندورة قلتلكن، ودبس رمان. سوري يمكن عم اعيد الحكي لان عم بقطش الحكي والفيديو وارجع اعيد من جديد. وهلا ملح، هلا هون بقدر انا ازيد شوي بابريكا خشنة بحب انا هيك، وشوية كاري. وهلا مي بكسرهم بمي لانه اكيد رح يغلوا، فما رح اكتفى بس بهول الميات شوي حسب الصينية اللي عندي وكبرة وصغرة بزيد. وهلا مثل ما انكم شايفين فانا رتبت البطاطا، حطيت البصل، الفلافلة مثل ما انكم شايفين. هلا في ناس ما بتحب البصل، فانا بحط نص الصينية بصل والنص التاني لا. شايفين مين مثل عائلتي شي بياكل هيك شي ما بياكل. وهلا برتب، وهلا دور الفلافل الخضراء يلي شوحناهن، فبرتبهم وبظبطهم شكلستن الامور من شكلس الامور شوي. وطبعا هلا بنضيف اللحمه يلي كمان سويناها. ما بحب احط شي قلتلكن على الني او على هيك مثل ما هو لا. فهلا بصفصف كمان اللحمه وبعدين الصوص. هلا النتيجة كنت مصورتها وكمان راحت مني يا جماعة، ما بعرف بالتصوير وانا بيختفوا الفيديوهات، ما بعرف مثل الكالسيتات بفوتوا 2 على الغسالة وبيطلعوا 1. المهم هلا بحط الصوص وبخليه يتسبك كتير منيح، وبعدها بشيله وهيك بتكون جاهزة وصحتين وعافية. وشكرا لكل تعليقاتكم، وهلا باي باي.